واحدة من أخطر قضايا النصب الإلكتروني التي صدمت اليمنيين في الداخل والخارج برز اسم أدهم فيصل عبد العزيز خليل الذي تمكن لسنوات من خداع عشرات الضحايا بهوية وهمية لامرأة تدعى مي العيني. القصة بدأت عندما انتحل شخصية طبيبة جلدية ودبلوماسية بريطانية من أصول يمنية مستخدما صورا معدلة باحتراف عبر الفلاتر وتقنيات الذكاء الاصطناعي ليظهر بهيئة فتاة يصعب الشك فيها. بهذه الحيلة نجح في كسب ثقة المغتربين والشباب، واعدا إياهم بالزواج وتسهيل السفر إلى بريطانيا مقابل تحويلات مالية بمبالغ كبيرة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف أيضا النساء، حيث كان يدعي تقديم استشارات طبية ويطلب صورا للحالات الجلدية ثم يحولها لاحقا إلى وسيلة ابتزاز لطلب المال مقابل عدم نشرها. استمرت هذه العمليات لسنوات، خاصة خلال وجوده في ماليزيا، قبل أن تنكشف حقيقته ويتم القبض عليه عام 2020 حيث قضى عقوبة بالسجن. وبعد انتهاء محكوميته تم ترحيله إلى اليمن في عام 2023 ليواجه اتهامات وشكاوى عديدة من ضحاياه. القضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وكان من أبرز من كشف تفاصيلها الناشط أحمد غازي الذي حذر من خطورة المتسولين الإلكترونيين الذين يستغلون العاطفة والثقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. اليوم تبقى هذه القصة مثالاً صادماً على خطورة الاحتيال الرقمي ورسالة واضحة: لا تثق بأي هوية على الإنترنت دون تحقق، فخلف الشاشة قد تختبئ أخطر الخدع. هذا الذي حدث اليوم درس كبير للكثير من الشباب وللكثير من المغتربين. معك أهل بيت تكفلهم، فلا تلعب بأموالك